ياسر ابراهيم راجل اجتهد جامد جدا في المباراه وهو مدافع الى ان احرز هدف الفوز. واحنا حتى في اختياراتنا في يعني الاحسن لاعب بنتلكك، بنشوف مين اللي جاب الجون، حتى لو في لاعب تاني افضل بنديها له. الراجل خرج عن صمته، وطبعا غلط صح بقى انت اللي هتتكلم على الجزئيه دي، وقال لك لا انتوا بتحطوا التقييم على اساس ايه، وكان ده على الملأ ما كانش في الغرف المغلقه. طيب اولا لازم اتكلم على ياسر نفسه. ياسر من الشخصيات اللي هو كان معانا هنا مره لو فاكر. اه طبعا. مش عارف ايمن اللي كان معانا ساعتها ولا لا. لا كان معانا. اسامه حسني. اسامه حسني. فياسر على المستوى الشخصي انسان جميل جدا جدا وجدع وراجل وحاجه ممتازه يعني. اوكي. هل ده صح؟ لا طبعا. لكن انا بقول معرفتي لياسر، ما اعرفش الاحداث اللي حصلت ايه بعد الماتش او اثناء ولا كده. ياسر قدم ماتش كويس كمجهود، وربنا كافئه سبحانه وتعالى ان هو اداله الهدف ده، وهدف فيه توفيق عالي جدا. عالي جدا يعني. كان ممكن جت في ايده. او كان ممكن يبقى الكره اللي سابقه على فكره. يعني الكره سابقه فما تبقاش اوف سايد خلاص. ما تبقاش اوف سايد خلاص. فياسر انا ظني ان هو ما شافش مين اللي راح ياخد الجائزه اساسا. هو لو شاف، لان هو علاقته بالجميع كويسه. هو علاقته بالجميع، هو شاف شخصه وتعبه ومجهوده واصراره في الماتش، فكان متخيل ان هو هياخدها.